السلام عليكم طلاب سنة تانية. هنكمل حل أسئلة علم الاجتماع من كتاب الامتحان 2025 الوحدة الأولى، الموضوع الثالث، مناهج البحث في علم الاجتماع. التدريب صفحة 126. السؤال الأولاني: يزود الباحث ببيانات تتعلق بفرد أو أسرة، وتتضمن هذه البيانات جوانب شخصية وبيئية واجتماعية ونفسية وغيرها من الجوانب. يبقى أنا بتكلم على منهج دراسة الحالة. ليه؟ أنا بتكلم على بيانات أو معلومات خاصة بفرد، يبقى دي معلومات خاصة، يبقى دي معلومات إيه؟ خاصة، يبقى دي اسمها دراسة حالة. أنا بتكلم على دراسة فرد أو دراسة إيه؟ حالة. بدرس أسرة أو بدرس شخص، تمام، وبحاول أتعرف على الجوانب الشخصية لهذا الفرد أو الأسرة والبيئة والبيئية والاجتماعية والإيه والنفسية وغيرها. بس دي حالات بدرسها، أو أفراد أو أسر أو عينة صغيرة جدا من الإيه الأفراد، بدرس حالاتهم الشخصية وبجمع معلومات خاصة بإيه بيهم هم. يبقى ده منهج إيه؟ دراسة الحالة. فالمنهج ده منهج علاجي بيستخدم لعلاج مشاكل نفسية أو اضطرابات شخصية بيمر بها الإيه الأفراد. ماشي. فدي حالات خاصة بدرسها بشكل ايه؟ بشكل خاص او بشكل ايه؟ بشكل فردي. طيب رقم 2: يكون الباحث بعيد عن الوقائع التي يقوم ببحثها، وبالتالي يصعب عليه إخضاعها للملاحظة المباشرة، لذا فإنه يلجأ إلى عدة مراجع يستكمل منها الإيه المعلومة. يبقى أنا بجمع معلومات من مراجع، يبقى دي المعلومات أكيد إيه؟ معلومات ماضية أو معلومات تاريخية، يبقى ده المنهج الإيه؟ التاريخي. رقم 3: يعتمد هذا المنهج على تناول الظاهرة الاجتماعية كما هي دون تدخل الباحث فيها والتأثير في مجرياتها. فالباحث يقوم بجمع بيانات مقننة من مجتمع البحث عن طريق استبيانات ومقابلات لعدد كبير من الأفراد. يبقى أنا بعمل أو بستخدم منهج المسح الاجتماعي. ماشي. الاستبيان أو الانتخابات أو الرأي العام، كل ديت منهج مسح الايه الاجتماعي. او اعمل مثلا تعداد للسكان، ماشي، او مثلا احاول اعرف عدد المتزوجون لغير المتزوجون في المجتمع، ماشي، او عدد العاطلين والعاملين. يبقى ده اسمه مسح اجتماعي، مسح ايه اجتماعي. على عكس دراسة الحالة، بدرس حالة خاصة او اسرة، بدرس حياتهم الشخصية او بدرس ظروفهم اللي عاشوا فيها، يبقى دي حالات خاصة. لكن المسح الاجتماعي لا، المسح الاجتماعي بدرس عدد كبير جدا من الافراد، بدرس ظاهرة موجودة في الوقت الحالي، بعمل لها مسح اجتماعي او بعمل لها تعداد، تمام، او بعرف نسبتها في المجتمع عن طريق الاستبيانات والانتخابات او الايه او الاستفتاءات او استطلاع الرأي. طيب رقم 4: يعتمد على ما ينقل عن أقوال الأشخاص الذين عاصروا الحدث في زمانه ومكانه كوجهاء وأعيان وشيوخ المجتمع، والاعتماد عليهم كمفسرين. الكلام اللي بيتنقل عن أقوال الأشخاص ده بيتكلم على أحد مصادر المنهج التاريخي والمصدر الثانوي، لأن المصدر الثانوي هو ما ينقل من المصادر الرسمية. خدوا بالكم، المصدر الأساسي هو الرسمي، هو الوثائقي. 3-1. المصادر الأساسية أو الرسمية أو الوثائقية هي المصدر الأساسي للمعلومة. زي كده لما أروح أدخل متحف وأخد المعلومة من المتحف كده، من البرديات والحفريات والآثار، يبقى كده أنا باخد المعلومة من مصدرها الأساسي. لكن لما المعلومة تتنقل لي، المعلومة التاريخية، ده اسمه المصدر الإيه الثانوي. رقم 5: يذهب قاموس علم الاجتماع الذي وضعه فاير شيلد إلى أنه ذلك المنهج الذي يمكن عن طريقه جمع البيانات ودراستها بحيث يمكن رسم صورة كلية لعينة ضئيلة في أوضاعها وعلاقاتها الثقافية. أنا بجمع معلومات عن عينة من الأفراد صغيرة جدا، وإيه بقى؟ معلومات خاصة بأوضاعها، يعني حياتهم الشخصية. يعني أنا بدرس حالات خاصة أو حالات فردية أو عينة صغيرة جدا من الأفراد، يبقى ده منهج دراسة الحالة. 6: المنهج الذي يحاول حصر الظواهر الاجتماعية القائمة لجماعة أو بيئة ما أو لنظام اجتماعي
يتصل بما هو قائم ولا يهتم بما حول هذه الظاهرة من قبل. أنا بدرس الظاهرة أو بدرس ما هو قائم، يعني بدرس الظاهرة اللي موجودة في الوقت الحالي. ده منهج المسح الاجتماعي. منهج المسح الاجتماعي بينصب على دراسة الظواهر اللي موجودة في الواقع أو موجودة في الوقت الحالي، ولا بيهتم بالظواهر الماضية ولا بيهتم بالظواهر المستقبلية. ماشي، لكن هو بيدرس الظاهرة في الوقت الحالي لأنه بيحاول يعالج مشكلات موجودة بالفعل وقت إجراء البحث. هنروح لرقم 7. قيام بعض الباحثين بعمل دراسة تفيد بانخفاض نسبة الأمية في المجتمع. طب أنا كده بعمل مسح مسح عام للمجتمع كله. أنا عايز أعرف نسبة الأمية في المجتمع، يبقى ده المسح العام. رقم 8. ساعدت الأدوات والبرامج التكنولوجية الحديثة في الاحتفاظ بالظواهر الاجتماعية من خلال الفيديوهات والصور المسجلة من جانب الدولة للتيسير من مهمة الباحثين الاجتماعيين في المستقبل، نظرا لقدرتهم على استرجاع تلك الفيديوهات والصور. يبقى إذن هنا أنت شفت فيديوهات وصور مسجلة من جانب الدولة، من جانب الحكومة، يعني خدت المعلومة من مصدرها الأساسي اللي هو الدولة. يبقى ده المصدر يبقى ده المصدر الأولي، والثانوي هو الفرعي وهو الغير رسمي. 9. حين يقوم الأخصائي الاجتماعي بعمل ملف متابعة لعدد من الطلاب ليسجل أبرز الحوادث والخبرات التي مر بها الطالب في حياته الأسرية. يبقى إذن هنا أنا بتكلم على الحياة الخاصة للطالب، يبقى ده دراسة الحالة، يبقى أنا بدرس حالات خاصة، حياته الشخصية، بجمع عنه معلومات شخصية أو خاصة. رقم 10. قام أحد الباحثين الاجتماعيين بعمل دراسة لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة عمالة الأطفال. أنا عايز أعرف أسباب ارتفاع نسبة عمالة الأطفال. يبقى دي يبقى دي ظاهرة عامة موجودة في المجتمع. طيب الظاهرة ديت أنا بدرسها في الوقت الحالي ولا بدرسها شكلها كان زمان عامل ازاي، ولا بدرس مستقبلها؟ لا، انا بدرس ظاهرة الظاهرة دي انا بدرسها في الوقت الحالي. تمام، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. رقم 11. يتعين على الباحث أثناء فحصه لبعض الظواهر قيامه بمجموعة من الزيارات للأفراد المقربين وعلى صلة مباشرة بأفراد الظاهرة ليسجل سرد لكل المؤثرات السابقة ومراحل النمو المتعاقبة لهؤلاء الأفراد. واضح جدا إن أنا يا جماعة يعني بدرس الحياة الشخصية لهؤلاء الأفراد. يبقى ده منهج منهج دراسة الحالة. ماشي، منهج علاجي. طيب منهج دراسة الحالة أنهي اختيار في الأربعة دول بيشير إليه؟ يقوم على التعمق وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي، وبيهتمش بالوصف الخارجي خالص، ده بيتعمق في الظاهرة، لأن أنا بروح أجيب المعلومات والتفاصيل الخاصة والحياة الخاصة بتاعة الفرد قبل معالجه. يبقى إذن هنا بيقوم على التعمق، لا يكتفي بالوصف الخارجي، لكن بيحاول الباحث أو المعالج إن هو يدرس الحياة الشخصية عشان يقف على أسباب المشكلة. رقم 12. معرفة تأثير بعض العادات القديمة كعادة الثأر على المجتمع. بدرس عادات قديمة، يعني منهج تاريخي. 13. تعد الدساتير القانونية بمثابة العهد أو الميثاق الذي يلتزم به المواطنين في العلاقات الاجتماعية في زمن ما، ويلجأ إليها الباحثين في عقد مقارنة بين هذه الدساتير في العصور المختلفة. يبقى إذن هنا أنا بتكلم على طبعا المنهج التاريخي. هو ده منهج التاريخ، بس هنا بيقول لي ده انهي مصدر من مصادر المنهج التاريخي. طب انا باخد المعلومه منين؟ انا باخد المعلومه من مصدرها الاساسي اهو. ماشي، باخد المعلومه من من مصدرها الاساسي. ليه؟ لان انت هنا دلوقتي في دستور، في عندك دستور، لما ترجع للدستور المكتوب وتاخد القانون منه، يبقى بتاخد انت كده القانون من مصدره الاساسي. يبقى اذا هنا انا هدور على المصدر الاساسي في الاختيارات. فين المصدر الاساسي؟ اللي هو ده يعد صورة أولية خام. ينتقل من المعاصرين للحدث، ده ثانوي. يعتمد على ترجمة الوثائق، يبقى معلومات اتنقلت
يبقى ده برضو ثانوي. يشتق من المصادر الأساسية، اللي بيشتق من المصادر الأساسية هو برضو الثانوي. لكن الصورة الأولية الخام هو المصدر الأساسي للمعلومة. رقم 14. قدمت مجموعة من الدراسات الاجتماعية تفيد بأن العامل الديموغرافي السكاني يؤثر على التعليم والحالة الاقتصادية للأسرة. يبقى إذن هنا أنا بتكلم على منهج المسح الاجتماعي. دي دراسة اتعملت في الوقت الحالي على ظاهرة موجودة في الوقت الحالي. طيب، رقم 15. اتبع الأخصائي الاجتماعي منهج بحثي في معرفة أسباب ودوافع عدوانية أحد الطلاب لزملاء. أنا بدرس الحالة خاصة لأحد الطلاب، ماشي، وهي أحد الطلاب طالب عدواني، يبقى دي حالة خاصة الأخصائي الاجتماعي بيدرسها. يبقى إذا ده منهج دراسة الحالة. منهج دراسة الحالة يقتصر على دراسة ظواهر خاصة. 16. طريقة البحث في هذا المنهج تتشابه في إطارها العام مع فكرة الاعتماد على العينة، لكن الفرق الوحيد بينهما هو حجمها، أي أن اعتماد الباحث الاجتماعي على أكبر حجم من العينة يساهم في نتيجة مرضية عن هذا البحث. أنا هنا طبعا يعني أنا بتكلم على منهج المسح الاجتماعي. ليه؟ لأن هنا بيقول لي الباحث بيعتمد على أكبر حجم من العينة، يعني بيدرس عينة كبيرة من من عينات البحث من الأفراد، يبقى إذن ده منهج المسح الاجتماعي. أما بقى لو قال لي عينة صغيرة جدا أو محدودة جدا، ده كان كنا هنختار دراسة الحالة، لكن هنا العينة كبيرة مش صغيرة. 17. منهج يلجأ إليه الباحثين عند رغبتهم في معرفة تفاصيل أكبر عن ظاهرة معينة. المنهج اللي بحتاج إن أنا أعرف تفاصيل عن الظاهرة هو منهج دراسة الحالة. 18. المنهج الذي استخدمه ولجأ إليه رواد علم الاجتماع واعتبروه طريقة أساسية للوصول إلى أسباب ظهور الظواهر الاجتماعية. المنهج اللي بنستخدمه لمعرفة أسباب ظهور الظواهر الاجتماعية هو منهج التاريخي، لأن المنهج التاريخي بيكون الهدف من دراسة المعلومات التاريخية هو فهم الظواهر في الوقت الحالي ومعرفة أسبابها وتفسيرها. 19. يمكن دراسة ارتباط إحدى خصائص الظواهر الاجتماعية الشاملة المنتشرة بين سلوكيات الأفراد. يبقى أنا بدرس ظاهرة عامة، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. 20. أوصى أحد الباحثين الاجتماعيين بأن يكون الباحثين على دراية بلغات وكتابات العصور المراد البحث فيها ليتمكنوا من الفهم الكامل والعميق للظاهرة التي يريد أن يتناولها. كتابات العصور يعني الكتابات التاريخية، يبقى ده المنهج التاريخي. رقم 21. عندما يرغب أحد الباحثين في التعرف على عدد الطلبة المتسربين من التعليم في الوجه الإبلي. عايز أعرف عدد المتسربين من التعليم في الوجه الإبلي، يبقى دي ظاهرة بدرسها في الوقت الحالي ولا ظاهرة ماضية؟ لا، دي ظاهرة في الوقت الحالي. جميل، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. طيب، هل دي ظاهرة عامة ولا حالات خاصة؟ لا، دي ظاهرة عامة، يبقى ده منهج برضو المسح الاجتماعي. نروح بقى الرقم 22. منهج لا يمكننا الاكتفاء به في وصف الظواهر لمجتمع ما إذا اعتمد البحث على عدد ضئيل من الفئة المستهدفة، فبالتالي تكون النتيجة مفتقدة إلى الدقة. النتيجة مفتقدة إلى الدقة. ليه؟ لأن هنا بيقول لي الباحث ما بيعتمدش على عدد ضئيل، يبقى بيعتمد على عدد كبير، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. اللي بيعتمد على عدد صغير أو عدد ضئيل من الفئة المستهدفة ده دراسة الحالة. لكن هنا بيقول لي أنا ما بعتمدش على عدد ضئيل. خدوا بالكم، ركزوا في المثال.
المقصود من المثال ركزوا في معناه ان هو المنهج ده لا يعتمد على عدد ضئيل، يعني لا يعتمد على عدد صغير، يبقى اذا هو بيعتمد على عدد كبير، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. لان منهج المسح الاجتماعي هو اللي بيهتم بعينة كبيرة جدا من ايه، من البحث، من افراد البحث. رقم 23، منهج يعتمد على الاتقان في تحري المعلومات مع مراعاة تكاملها وتنظيمها وتسلسلها والتأكد من هذه المعلومات المطروحة من قبل المبحوث. فهي تتطلب لقاءات مباشرة بين الباحث وأصحاب الظاهرة، ومن خلال ذلك يحاول الوصول إلى معلومات مفصلة وليست مختصرة وتتناسب مع هدف البحث. واضح جدا يا جماعة إن أنا بدرس حالات خاصة وبعرف تفاصيلها، بتعمق في البحث. يبقى وده طبعا منهج دراسة الحالة. منهج دراسة الحالة هو اللي بيتعمق في البحث. 24، يتداخل علم الاجتماع مع علم التاريخ في استخدام المنهج التاريخي، لكنهما يختلفان في الجوانب الأخرى. مؤسس المنهج التاريخي وفلسفة التاريخ هو ابن خلدون. 25، بعد انتشار فيروس كورونا قام الباحثون بإجراء دراسات أفادت بأن الفئات الطبية على الرغم من اتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية تكبدوا الكثير من الخسائر لمجموعة من الكوادر البشرية، وعلى الرغم من ذلك مستمرين في مواجهة هذا المرض. واضح جدا إن أنا بدرس ظاهرة موجودة في الوقت الحالي، ماشي، ما هياش ظواهر مش موجودة. وبعدين أنا بقول انتشار فيروس كورونا، يعني ظاهرة عامة موجودة في كل المجتمعات مش في مجتمعنا وبس، ظاهرة كبيرة. ولما أحب أدرسها طالما ظاهرة موجودة في العالم كله أو في المجتمع كله، يبقى إذا هنا هدرسها من خلال عينة كبيرة جدا من أفراد البحث. يبقى إذا هنا ده منهج المسح الاجتماعي. منهج المسح الاجتماعي يحاول النهوض بالمجتمع، هو ده المسح الاجتماعي. طيب 26، سجل أحد الأخصائيين الاجتماعيين أسماء الطلاب الذين يعانون من الوحدة. يبقى الأخصائي الاجتماعي يا جماعة بيدرس حالات خاصة، ماشي، بيدرس حالات خاصة. يبقى إذن هنا ده منهج دراسة الحالة. 27، أشار أحد الباحثين الاجتماعيين لأهمية الاهتمام بالحرفيين أصحاب الصناعات اليدوية، حيث قام ببحث أظهر فيه أن أصحاب هذه المهن غير مهتمين بإكساب الأجيال الجديدة بما يتمتعون به من مهارات لاعتقادهم أنها ليست الأفضل. طيب أنا هنا بتكلم على ظاهرة عامة، ماشي، اللي هي اهتمام بالحرفيين واصحاب الصناعات اليدويه. يبقى ده منهج مسح الاجتماعي. بس هنا جاب لي بقى مسح اجتماعي عام ومسح اجتماعي خاص. هل هنا انا بدرس جزء من المجتمع ولا بدرس الظاهره في المجتمع ككل؟ انا هنا بدرس الظاهره في المجتمع ككل، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي العام. 28، يعتمد الباحث الاجتماعي على الدراسة المستفيضة لعينة ضئيلة جدا، عينة صغيرة جدا. اللي بيدرس عينة ودراسة مستفيضة يعني بدرس تفاصيل وبتعمق في البحث، وعينة صغيرة، يبقى منهج دراسة الحالة. 29، قام أحد الباحثين الاجتماعيين بإجراء دراسة لمعرفة سبب انخفاض الروح المعنوية للعاملين بمصانع الغزل والنسيج. طيب ده منهج يا جماعة؟ منهج المسح الاجتماعي. وده مسح خاص، ده مسح خاص مش عام. انا بدرس قطاع في المجتمع او جزء من المجتمع، هو القطاع الصناعي، مش بعمل دراسة المجتمع ككل. منهج ليس به تكلفة مادية، فلا يتكلف الباحث عند القيام ببحثه، لأنه ليس بحاجة لأدوات بحث أو تجارب عملية أو عينات دراسية. فأساس بحثه يعتمد على مراجعة الكتب وجمع المعلومات والبيانات من المراجع. يبقى دي معلومات تاريخية. وخدوا بالكم برضه هو اللي مش بيحتاج المنهج الوحيد اللي مش بيحتاج لأدوات بحثية ولا يحتاج لتجارب عملية هو منهج برضه التاريخي. 31، يعاني بعض الأفراد من سوء الظن بالآخرين، يبقى دول ناس محتاجة لعلاج، يبقى ده منهج دراسة الحالة، دي اضطرابات شخصية.
32. تحدث الجبرتي عن الفترة الزمنية لدخول الحملة الفرنسية إلى مصر. معلومات تاريخية. يبقى إذن هنا منهج التاريخي. محلولين. ماشي، تعالوا نقراه. 3 محلولين. يرى الباحثون أن ظاهرة زيادة كمية النفايات ترجع إلى الزيادة السكانية وتطوير منتجات التعبئة والتغليف والتكنولوجيا وزيادة تناول الوجبات السريعة. طبعا أنا بتكلم على يعني ظاهرة عامة في المجتمع، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. عايز مثال عليه أنا كاتب لكم مثال. اتجاهات مثلا الرأي العام نحو تطوير المنظومة التعليمية في المرحلة الابتدائية. إذن هنا لما يتكلم في مثال على ظاهرة عامة في المجتمع، وظاهرة مش محتاج ان انا ادخل في تفاصيلها، وظاهرة بتحتاج عينة كبيرة جدا من الافراد موضوع البحث لدراستها، يبقى ده منهج المسح الاجتماعي. رقم 2. عند دراسة الباحث الاجتماعي لحالة لا يتجه إلى وضع تعميمات، بل يلجأ إلى دراسة السلوك البارز في الفرد واستقصاء معلومات عنه. يبقى أنا بدرس فرد، بدرس حالة خاصة، يبقى ده منهج دراسة الحالة. زي كده دراسة انخفاض المستوى التعليمي لأحد طلبة القسم الأدبي. طيب رقم 3. يقول كونفوشيري دراسة الماضي. ماضي يبقى ايه؟ يبقى تاريخي، يبقى ده المنهج التاريخي. وعايز مثال، ممكن اقول له تأثير الصحافة على اتجاهات الافراد نحو بعض القضايا مثل التعليم والمشاركة خلال الربع الاخير من القرن العشرين. طيب كده نكون حلينا 3 تدريبات في الوحدة الأولى علم نفس و3 تدريبات في الوحدة الأولى اجتماع. الحصة اللي جاية الرابع علم نفس والرابع اجتماع، وبكده هنكون خلصنا الباب الأولاني. وبعد كده نماذج المراجعة الشاملة على الوحدة الأولى علم نفس والوحدة الأولى علم اجتماع. وبعد كده نخش بقى في الباب التاني علم نفس والباب التاني اجتماع، عشان نقفل المنهج خالص. يا رب تكونوا استفدتم. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.